السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا في مسرح العرائس في القاهرة والنهارده احنا بنشوف عرض قطرة ندى، واللي اتشاف أكتر من مرة واتكرر وفي ناس كتير حبوه. يا عمي ما تاخدش كلامك كله صدق. انا هشتغل ليل نهار ليل عشان ازود دخلي وهذه ندى كل اللي تتمناه. عمي حتى لو اكلت طوب من المحضر، حتى لو اكلت حجاره زلط اي حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده في مسرح القاهرة للعرائس في عرض قطرة ندى. ايه رأيك في العرض؟ النهارده كان روعة الصراحة وبيوفر. قولي ايه رايك في عرض اتكلمي؟ جميل. هو انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. طب انت اسمك ايه؟ تاليا. وانت اسمك ايه؟ كارما. اتشرفت بيكوا. ممكن اسال حضرتك حاجه؟ هو ايه رايك في العرض؟ حلو. كويس يعني بالنسبه لك طب انت استفدتي حاجه ولقيت في فكره كان المؤلف عايز يوصلها؟ يعني احنا ندي المحتاج واللي احسن لنا. طب ايه رايك في العرض حلو وتعلمنا منه اللي احنا ما نشحتش ونبقى ما نضربش حد ونبقى حاجة. طب انت ايه رايك؟ العرض كان جميل طبعا، وشكر خاص للمسرح عرايس وانا كنت بحضره على طول جدا. كل العرض بصراحه كان كويس. هو اسمك ايه؟ علي الدين محمد. كان ايه رايك في العرض يعني واستفدت منه ايه؟ بصراحه كان جميل جدا جدا. استفدت منه ان هو كان بيحكي عن امبراطور مصر وزمان ايام فراعنه. هو بالنسبه لك انت ممكن تتوقع كده ايه اللي هيحصل في الفصل الثاني بعد الاستراحه؟ تخيل كده ممكن يحصل ايه؟ يحصل حرب مثلا. ايه؟ او حاجه كده يعني. مش عارف بصراحه. شكرا. مش عايزاه كلام، ده كل حرف منك معناه التزام. هتبقى وتبقى مش عايزاه كلام، ده كل حرف منك معناه التزام. مفيش حد قبلك ولا حد بعدك، مفيش حد قبلك ولا حد بعدك. لو عايزين تعرفوا عرض قطرة ندى بيحكي عن ايه وايه اللي ممكن تتعلموا منه، تقدروا تيجوا بنفسكم تشوفوه وقولوا لنا في الكومنتات رأيكم. عمي حتى لو اكلت طوب من المحضر، حتى لو اكلت حجاره زلط اي حاجه،